بذكرى تأسيس كجك كمنظومة المرأة الكردستانية. لقد بدأنا في التاريخ بالمرأة الذي ناضلت. القائد آبو عرفنا على تاريخ المرأة بشكل كنعرف تاريخنا مرة أخرى. لقد مرينا في التاريخ وقد وصلنا إلى مرحلة نعرف فيها بأن تاريخنا قد انتهت مرت بمرحلة كبيرة مثل التنظيمات التي قامت ب يوم تأسيس كجك هو يوم تأسيس مؤتمر ستار. في نفس المرحلة نمر بمرحلة جديدة، المرحلة التي نبدأ فيها تنظيم المرأة كنظاما وكمبادئا لنا في تنظيم المؤتمر ستار. نحن كحركة مؤتمر ستار ننظم نفسنا كحركة تنظيم المرأة بشكل الكجكي، وننظم تنظيمنا بأبعاد الأمة الديمقراطية لبناء كونفدرالية ديمقراطية لتأسيس المرأة كأمة ديمقراطية في روجافا. نحن بدأنا في روجافا كمرحلة وكتنظيم المرأة في ثورة روجافا. لقد قال القائد آبو بأن ثورة روجافا هو ثورة المرأة، وثورة المرأة هي ثورة الورد. واليوم نحن موجودين في هذا الأرض في روجافا، ونضال مؤتمر ستار نضال رفيقاتنا الشهداء الذي قد ضحوا بحياتهم في هذه الأرض وفي كردستان. لقد بدأنا من جبال كردستان ونناضل اليوم في روجافا. ننظم كتنظيمنا بمؤتمر ستار كتنظيم كجك، ومرحلتنا التي نعمل فيها هي تأسيس الأمة الديمقراطية كتنظيم المرأة. التنظيم المرأة تبني نفسها على الأبعاد الأمة الديمقراطية، ونحن كجك في تنظيم كجك بضمن مؤتمر ستار ننظم نفسنا بأبعاد الأمة الديمقراطية كبناء أكاديميات وكوبراتيفات كجمعيات تعاونية للمرأة وتنظيم المرأة في جميع ساحات العالم. فعلى هذا الأساس اليوم نزرع الورد لا فقط في هذا المكان، ولكن سوف نزرعها في جميع أنحاء العالم. ونعمل هذا اليوم هو يوم أكولوجي، هو يوم الحرية، ونقول جنجيان آزادي، جنجيان آزادي، جنجيان آزادي، جنجيان آزادي، جنجيان آزادي. تشكك أخ شكتشي